ذلك لشافي بوسكيتس. البارسا الهجوم، اللغة التي يعرفونها، التي يتحدثون بها، الكرة التي بالفعل نعرفها من سنوات طويلة مع البارسا، الكرة الهجومية. ولكن في هذا الوقت بالذات ريال مدريد يعيش أفضل فترات بقيادة رونالدو. الكرة تصل إلى نيمار، محاولة برشلونية، لمسة لميسي، ميسي مع انيستا، يلعبها انيستا وكرة جول! هدف للبارسا. الله يا ليو، الله يا انيستا، لمسة ساحرة جميلة، وانيستا باليسرى. الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين، بل هي أجهزة ذكية جميلة قوية رائعة في المرمى تعانق شباك الريال. بارسا بداية من خيال، وميسي كالمعتاد يظهر بجنون بلمسة ساحرة. برشلونة هدف، ريال مدريد لا شيء. الفرحة لمارتينو. الكرة الآن، الكرة للرسام، بعد ذلك لمصلحة تشافي. اللمسة من ميسي، الونتو جميلة، ميسي يحاول أمام راموس، ميسي بينية لنيمار خطيرة، وكرة وميسي فعلها اليوم. الله مبارك، الله يا ميسي. هدف ليونيل، هدف ميسي، هدف للبارسا. عادت برشلونة أن يسجلوا، عادت برشلونة في المباراة بالتعادل، وعادت برشلونة في أن لا يخسروا بسهولة. الله على ميسي، الهدف رقم 19 يا صديقي. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك يا ليو أصبحت من الدقيقة 42 في هذا الكلاسيكو أكبر هداف في تاريخ الكلاسيكو على الإطلاق. صفراء لسيسك وأخرى لبيبي. البارسا يعودون، البارسا يسجلون. لديهم ميسي، لا داعي للقلق. لديهم ميسي، لا داعي للخوف. إلى أي مكان ذهبوا لديهم ميسي. هنا سيسجل، هنا سيتألق، هنا سيضرب وسيرفع يده اليمنى وسيحتفل. هيا بنا يا رفاق. وهنا عادت الأمور إلى التعادل. هدفين ريال مدريد، هدفين برشا تعبير، وليس لاعب خط الوسط فقط أو القائد. لمسة من جانب ميسي جميلة لنيمار، نيمار يمر، ركلة جزاء للبارسا. طاردني راموس، وركلة جزاء لبرشلونة. يا إلهي، لقطة جميلة. شوف اللمسة من الساحر، الله على ميسي، لمسة من بينهم خدعهم. نيمار هنا انطلق، هنا مر، هنا تعرض للإعاقة، وركلة جزاء وطرد لريال مدريد. وربما نقول تنقلب الموازين أم لا. هذه عادة لكرة أخرى وللقطة نفسها، للإعاقة التي تمت من راموس على نيمار المتألق. وبعد ذلك نعم الإعاقة كانت موجودة، الإعاقة كانت موجودة، ورونالدو سجل من علامة الجزاء. ميسي أمام فرصة لإدراك التعادل، ميسي أمام الهدف رقم 20 في مرمى ريال مدريد. ميسي عندما يسجل الآن سيكون ريال مدريد أكثر فريق سجل في مرماه. ميسي على الإطلاق مع أتلتيكو. كرة لمصلحة البارسا، وميسي من أجل التعادل بعد 64 دقيقة في الكلاسيكو. الكل ينتظر يا ميسي الركلة الجزائية. ليو يلعب الكرة، تعادل لبرشلونة. الله يا ميسي، نعم أعادهم ميسي، نعم
نجمهم ميسي. وميسي عندما يكون في يومه لا تخافون يا عشاق البرصا. هنا الإعاقة التي تمت، وهنا اللقطة التي شكلت صعوبات كبيرة بعد ذلك على ريال مدريد، وهنا ركلة الجزاء، وهنا الهدف الثالث، والآن 3-3. يا إلهي، أي سيناريو تشاهد اليوم، وأي كلاسة في الهجوم. تشافي لإنيستا لمسة وانتو جميلة لبيدرو. إنيستا على جهة اليسار يحاول، مضغوط عليه ولكن التغطية من ألونسو. ركلة جزاء لبرشلونة، صفر ماينكو واعلن عن ركلة جزاء للبارسا مرة أخرى. يا إلهي، أونديانو ماينكو يصفر ويحتسب ركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة إنيستا اللي كان محاصر من كارفاخال وألونزو. هنا حالة شد، وهنا تدخل، وهنا ركلة جزاء، وهنا فرصة للفوز بهذه الركلة بالذات بعد هذا التدخل. والبارسا قريبين، والجماهير عندها الكثير من القلق، وميسي عنده الكثير من الرغبة في أن يسجل الآن الهاتريك في سانتياغو برنابيو. الهاتريك في سانتياغو برنابيو. ميسي مرة أخرى أمام فرصة هاتريك في مرمى ريال مدريد. الكرة لمصلحة البارسا من ركلة جزاء، وميسي يلعب الكرة. مرة أخرى هدف رابع للبارسا من ركلة جزاء. ميسي يسجل في سانتياغو، ميسي هاتريك آخر. يا إلهي، ميسي وميسي وميسي مرة أخرى ضد الريال. التألق يزداد، اللمعان، الفرجة، المتعة، القدم الساحرة، الكرة في المرمى. ميسي لديكم لا خوف عليكم، وهاتريك لميسي في السنة.